السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في مطار كيمبو الداخلي في الطريق إلى جزيرة جيجدو. جزيرة جيجو من أفضل المناطق السياحية في كوريا، راح نثبت لكم ذلك بسناب اليوم. تقدر تسافر لجزيرة جيجو بالطيارة أو بالباخرة، أو إذا إنك تبي تاخذ سيارتك معك تاخذها لين عند الباخرة وتنقلها بالباخرة. المشكلة اللي يواجهها السياح إنه ما يقدر يسافر مباشرة لجزيرة جيجو، لازم يروح لين عند مطار إنشون، من مطار إنشون يسافر لجيجو. ولكن الدول القريبة يقدرون يسافرون مباشرة لجزيرة جيجو، لأن مطار جيجو هو مطار دولي، بس للدول القريبة من جيجو. أفضل بلانز أنا أشوفه إن السائح يجي لسول، من سول ينزل إلى بوسان بالقطار السريع، ومن بوسان ياخذ الباخرة إلى جزيرة جيجو، فيجرب شيء جديد وتكون تجربة حلوة. وغير كذا يشوف البلد كلها، يعني يزور سول، يزور بوسان، يزور جيجو، يقضي له كم يوم في كل مكان. المسافة بالطيارة أقل من ساعة، 45 دقيقة تقريبا من سول إلى جيجو. بالباخرة من بوسان إلى جيجو 11 ساعة. في كذا خطوط تسافر بك من سول إلى جيجو: كورين إيرلاين، جين إير، وجيجو إيرلاين، وتي واي. أسعار التذاكر إلى جيجو رخيصة، حول $100، بأحيان أكثر بأحيان أقل على حسب السيزون. اكتشفت في خطوط ثانية بعد تودي الجيجو: أسيانا وإير بوسان. صاروا كم الحين؟ 6. هو طالع هذا الهودج الكوري اسمه كاما، بالعربي هودج، الكوري كاما. هذا السويت بوتيتو، الجزر الياباني، منتشر عندهم في كوريا، يطبخونه على الحجر. في البقالة هنا تقدر تنقنق، تاخذ لك فواكه أو رامين أو الشوكولاتات. من الأشياء اللي بصورها شلون تاكل تشرب لأن في كثير يقولك بنواجه صعوبة في الأكل والشرب. أولا لازم تنتبه، أغلب الأشياء يكون فيها خنزير، فلازم تتأكد من الشيء قبل تاخذه، ولكن في اوبشن كثير بدون خنزير. خذيت لي ماي وباخذ لي الكوغوما. خذينا الكوغوما والماي. طبعا الرحلات الداخلية أهم شيء توصل قبل الإقلاع بنص ساعة. اليوم ما شاء الله العج وصل لنا من السعودية بس هذا العج بولوشن مو بغبار.
وصلنا المطار. هذه بوابة الجايون القادمون. ومقابل بوابة القادمون تلقى مكاتب، تلقى المكاتب، مكاتب أجار السيارات. كل شركة سعرها غير عن الثانية. بوريكم السيارات المتوفرة عندهم. يوم تيجي عندهم تقدر تختار السيارة اللي تبيها، تبي فان، تبي سيارة صغيرة، تبي جيب. طبعا جيجو مشهورة بأن السيارات رخيصة، أجار السيارات رخيص. يا أخي أنا مرة ما أحب أقول كلمة طبعا، بس قاعد أكثر منها اليوم، بس إن شاء الله ما عاد أعيدها. شركات الأجار اللي برا أرخص، شركات الأجار اللي برا أرخص، واللي أرخص من كذا كله من النت. شوف شجر اليوسف أفندي. فالأفضل إنك تحجز من النت، هم يجون يأخذونك من المطار يودونك للمكتب الأجار وتستلم السيارة على طول. سعرهم مرة رخيص في النت. أما اللي محتاج سائق سيارة والسائق يكون مترجم ومرشد سياحي في نفس الوقت، يتخاطب مع الأستاذ عبد الله وما راح يقصر معه، راح يوفر له سائق وسيارة. بعرفكم على حجم جزيرة جيجو، من الشمال إلى الجنوب تقريبا 40 كيلو، الشرق للغرب تقريبا 70 كيلو. زي ما قلت لكم في بداية اليوم، حاب أركز على الأكل هالمرة عشان أوريكم الأوبشن المتاح للأكل الحلال. هالمطعم بصور لكم البزنس كارد حقهم عشان تعرفون عنوانه بالضبط واسمه. الأكلات اللي عنده مرة حلوة، عندهم سلطات والأكلات السي فود، سباجيتي، بيض، سبانيش أومليت. والطبق الرئيسي، الطبق الرئيسي اللي مشهور فيه ذا المطعم اللي هو اللابستر، الستيكوزا. في عندهم أطباق حلوة بعد. هالسندوتشات تقدر تقول بدال التشيكن يحط لك سي فود، جمبري أو وات ايفر. وعندك هنا بعد الجمبري المقلي شوي سبايسي. وبوريكم بعد أفضل طلب عندي في هالمطعم، أفضل طلب عندي اللي هو الكراب ميت مع الشريمب شيز رايس، خرافي. والآن راح نطلب من الأونر يعطينا البزنس كارد العنوان. هنيم ميوها ميسايا؟ لا. هذا أقرب شاطئ المدينة عند كافيه ديل موندو. والله الجو مرة برد، توقعته دافي أدفى من كذا. طب أدخل من المقهى بصور لكم الداخل. يا زين الدفى. خلنا في المقهى هنا، صار لكم الشاطئ من هنا. يوجد منتزه في قمة هالجبل. هنا عندك الشاطئ مع المقهى. بصور لكم عنوان المقهى الحين عشان تعرفون المكان بالضبط وينه.
اتوقع الجو راح يدفى ابتداء من شهر 4، يعني عقب اسبوعين ان شاء الله الجيجة راح تكون دافية ادفى من كذا بكثير. مع الاسف دهنا الوقت ظلمت الدنيا ما راح اقدر اسلمك كثير اليوم. الحمد لله وصلنا بالسلامة وبكرة. الله مرة قوي ماني قادر اتكلم، الصوت ما يتسجل في الجوال. على العموم يا جماعة الخير، بكرة السنوات الرئيسية. اليوم كانت فقط البداية الوصول إلى جزيرة جيجو، وغدا التنقل والتسيح في جزيرة جيجو، ولكن سوف تكون السنابات راح أصور لكم السنابات من حساب آخر وهو فان كوريان. بحط لكم الباركود حق سناب شات فان كوريان. اللي مهتمين بالسياحة والتعليم الكوري يتابعون هالسناب، واللي مهتمين بجزيرة جيجو لأن في سناباتي أعرض أشياء تجارية سياحية علاجية وأكاديمية فمشتت. ولكن حساب فان كوريان يتكلم عن التعليم اللغة الكورية ويتكلم أكثر عن السياحة والحياة في كوريا. يا أخي تفاجأت بشيء ما شاء الله جزيرة جيجو أكثر مني، وقاعدين يدلون أماكن مرة حلوة. ما قصرتم جميع على النصايح والأماكن الحلوة اللي رسلتوها، يعطيكم ألف عافية جميع. الشيء اللي قاعد أدور عليه أنا الآن اللي هو مكان أروحه في هالليل، أنا من عيون جزيرة جيجو كل شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير جميعا. ثاني يوم في جزيرة جيجو، الجو جدا ممتاز. اليوم راح نزور الشلالات اللي في الجنوب، تقع في جنوب جزيرة جيجو، ولكن في الطريق شفنا هالمحل الطيب وفي الطريق من الشمال للجنوب تلاقي أماكن مرة كثيرة حلوة، متاحف، نوادي، حدائق، لكن هذا شيء مميز. فيوم شفنا هالصور تحمسنا وقفنا في الطريق قلنا خلينا نجرب محل طلق نار. والحلو انه فاتح من بدري من الساعة 9. اغلب الاماكن في جيجو تفتح من 10، فهذا المكان فاتح من 9. وعندهم انواع اسلحة مختلفة، تقدر تختار اي سلاح وتطلق منه. المكان في الدور الثالث، راح اصور لكم البزنس كارد حقهم عشان تعرفون عنوانه واسمه بالكامل. مسموح للبنات والاولاد انهم يخوضون هالتجربة، والكل واحد 12 طلقة، والطلق نار حي يعني مسدسات حقيقية، شغل عدل. اول ما تخش سيدة على الانفورميشن ديسك، تسجل اسمك وتعطيه اي اثبات لك، سواء جواز او بطاقة الاقامة اذا كنت مقيم في كوريا. اللي برا هنا كلها مو بمسدسات حقيقية 9 ملي، والرشاش فقط الكتروني، تجرب التصويب حقك. وهناك المسدسات الحقيقية، ويعطون كل واحد الهدف اللي يصوب عليه، وهذه تقدر تاخذها معك تذكار تسجلون عليها اسمك ومعلوماتك والدرجات اللي حصلت عليها في التصويب. صوت طلق النار مرة عالي، فالأفضل وهم راح يجبرونك أتوقع أنك تلمس هذه تحطها على أذنك. وهنا بعض التعليمات، كيف تستعمل السلاح وكيف تطلق، كيف تصوب،
كيف تضغط على الزناد. لما تيجي تضغط على الزناد لازم تضغط بشكل خفيف، لا تضغط بقوة. إذا ضغطت بقوة راح يتغير الهدف عندك. شوف ابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله، كفو. يلا الحين جاء دوري. ما شاء الله تبارك الله عليها الاخت في، طلعت احسن مننا. الحين بجرب. ليه شمشونه صدق هالكيو. الحين جاء دوري، في كل خانة في نوع من انواع الاسلحة، تختار اللي تبيه. في 9 ملي، في السميث، في نه يقول له هالكيو. انا احب الكلاسيك، خلنا سميث. وين الرصاص؟ 네 يعلمك طريقة المسكة المسدس، كيف تطلق، كيف تسحب على 정확히 좋은데면 호흡만 멈추고 네. 살짝 누를 때 요 가늠쇠를 يعلمك شلون تصوب. 하여튼 요 윗부분을 요 هنا عندك الشاشة تشوف الأهداف حقك 이때 بعد ما 앞부분이 تسدد. 들리면 안 됩니다. اوكي نوريكم شغل الكابوي الحين. بسم الله. شوف الفن، تعلم فن نص يا حبيبي. خلينا نكمل الحين. ما في وقت محدد وقت الطلق، فاخذ راحتك في كل طلقة، والافضل انك تاخذ نفس او. الحمد لله. في مهارات. ثانك يو سو ماتش كامزامدا. الحين بنشوف كم مجموع الدرجات اللي حصلت عليه، تحسب لي اياها الان. عدد النقاط جات عندي 104 من 120. ابو محمد كم انت؟ انا كم قليل والله. ابو محمد ما شاء الله عليه جاب 44 من 120. 104. والاخت في ما شاء الله عليها جابت 85. الاخت في اول مره صح؟ مع انها اول مره، فننصح الجميع بتجربه فانصح الجميع بانهم يخوضون التجربه، جدا ممتعه، حماس والله. طلبت منهم البزنس كارد عشان اصور لكم اياها. اسعر على كل شخص 35 تقريبا $30. نصور لكم الحين بنشوف كم مجموع الدرجات اللي حصلت عليه، تحسب لي اياها الان. انا جربت السلاح ذا سميث، ابو عبد الله جرب هذا، وفي جربت هذا.